كوبايه هتشربوها مره واحده بس في اليوم وهتفرق معاكم كتير جدا جدا. يا ترى بقى الكوبايه دي فيها ايه؟ تعالى اقول لكم في الفيديو. الكوبايه دي فيها شاي اخضر. يا ترى بقى ايه فايده الشاي الاخضر وليه انا بشرب شاي اخضر؟ تعالى اقول لكم. انا مثلا بشرب كوبايه شاي اخضر كل يوم، مش عشان هو ترند ولا عشان بنت خالتي قالت لي عليه، لا، علشان الشاي الاخضر مليان فوائد كتيره قوي 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 زي اللي انا هقولها لكم في الفيديو. الشاي الاخضر من فوائده الرهيبه انه مليان مضادات اكسده حقيقي مفيده قوي قوي للجسم. مش هقول لك بقى بتحرق الدهون ولا بتقلل دهون البطن ولا هتطرق للمنطقه دي خالص، مع انه بيفرق، بس انا مش هتكلم في الموضوع ده. لكن هقول لك قد ايه مضادات الاكسده دي جسمنا بيحتاجها علشان يطرد الحاجات الضاره اللي بتخش في جسمنا كل يوم. وكمان بيقلل الشهيه اللي مفتوحه على البحر دي. واللي احسن من ده كله بالنسبه لي بقى انا كبنت ان هو حلو قوي لنضاره بشرتي، ودي من ضمن الحاجات اللي بجد بتبان من وقت قليل قوي. يعني لو شربتي بس لمده اسبوعين انت هتحسي بان بجد البشره فيها نضاره احسن بكتير قوي 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 من قبل ما تشربي الشاي الاخضر. ده غير طبعا ان هو مش هقولك ان هو بيفوق، لكن هو بيدي تركيز. واحسن حاجه فيه يخليني اقولك ان هو مش بيوترك زي ما القهوه بتعمل. وانا مش معنى كده ان انا بقول ما تشربيش قهوه، عشان القهوه دي روحي وما اقدرش اقولك ما تشربيهاش، بس هو على الاقل بدل ما تشربي كوبايتين 3 قهوه في اليوم فخلي واحده قهوه بالنهار واخر النهار بقى كوبايه شاي اخضر. حاجه اخيره بقى قبل ما ننهي الفيديو، عايز تشربي الشاي الاخضر وانت يعني وتاخدي كل الفوائد الرهيبه اللي انا قلت عليها دي، ارجوكي ما تحطيش عليه سكر، اشربيه كده ساده. ويا ستي لو خلاص قوي ما تقدريش تشربيه من غير سكر حطي سكر دايت هيكون افضل. كانت معاكم دكتور سيلفانا يسري من صيدليه دكتور ماجد خيري. اتمنى المعلومه الصغيره دي تكون فادتكم وتشجعكم انكم تشربوا شاي اخضر في يومكم كل يوم. دمتم اصحاء وبخير دايما. باي باي.